قبل ما بنبدأ القسطرة بنجهز المريض ازاي من ناحية الكلى؟ بص عمليه تقييم العيان ووصلت ان انا هاخد قرار ان العيان هيعمل قسطره، ببدا اشوف الوظائف الكلى بتاعت العيان. طيب العيان ده هل اداني تاريخ مرضي ان وظائف الكلى ارتفعت ورجعت نزلت تاني، او هل هو مشاكل الكلى عنده كانت متاثره بعدم انتظام السكر او سكره ملخبط فممكن يكون في تاثير على الكلى مسبق. ده كله بيتم عن طريق ان انا بتشيك العيان كويس قوي وابعته لاستشاري الكلى يقدر يقيم وضعه وبناخد رؤيه في امكانيه استخدام الصبغه من عدوى. طيب العيان لو هو اوريدي عنده مشاكل بقدر ساعتها استبعد استخدام الصبغه تماما وبقدر استخدم غاز ثاني اكسيد الكربون. طب العيان اوريدي عنده مشاكل في السكريه ووظائف الكلى بنسميها بوردر لاين، يعني هي على الحركرك بالبلدي. يعني في الحاله ديت بقدر استخدم نوع من انواع الصبغه اللي هي امنه على الكلى، بنسميها يعني بدون ذكر اسماء علميه، يعني هي الى حد ما امنه كده وما بتقدرش تعلي الوظائف، فده بختار دي. طب لو وظائف الكلى عاليه والعيان متابع مع حد كده، بس الاجراء اللي انا هستخدمه لازم يستخدمه عشان العيان في امس الحاجه انه يعمل توسيع، من غير اي تفكير بقدر اخش على طول استخدم غاز ثاني اكسيد الكربون لان بيدينا نتائج كويسه جدا.